عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير عليكم البنات. ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في الفيديو تاعنا تاع اليوم. اش راح نديروا البنات؟ راح نديروا روبه تاع العهد الفيكتوري كما راهم يقولوا في الوقت هذا، يعني راهي شايعه بزاف. شوفوا البنات، راح نستعمل هنا قماش تاع لاكوت كما راكم تشوفوا. مولتها يعني حبتها بالقماش هذا، تقدروا تبدلوه بقماش قطيفه ولا بقماش الداع عادي. هنا بالنسبه لهذه، هنايا هذه دونتيل، من الاحسن كنت قول عريض. نخلي لكم الموديل اللي حبته هي، لكن ما لقيتش هذاك الدونتيل، ما لقاتش هذيك النوعيه لانها يعني مقطوعه. خي تعرفوا الموديل قد ما يكون توندونس راح يستهلكوا القماش هذاك، فهمتوا البنات؟ والله هذاك القالو راح يستهلكوه. المهم البنات، هي جابت هذا واش كان متوفر يعني. شرينا هذا المقافل كما راكم تشوفوا، جايين تاع الحديد هكذا البنات، عندهم مكان وين يلصقوا. وهذه هنايا راهي عندي حوالي 4 مترات، يعني نشوف شحال نستعمل ونقول لكم يعني وشحال تشريو. بالنسبه للقماش تشريو مترتين ونص، يعني تكفيكم بزياده. كما تقدروا وحده تكون ضعيفه تشري مترتين وعشرين، مترتين وربعين، تتحايل مع الدرعين معليش تجي فيهم خياطه هنا من الاعلى. المهم تكفيه. نروح البنات لطريقه التفصيل تاعنا. ديما البنات تخدموا على الجهه اللي تكسل تاع القماش، باه يعني باسكو الروبه راهي جايه اصلا على لاطاي باه تتكسل لكم. كيما راكم تشوفوا هنا البنات، درت الطول الكلي تاع الزبونه تاعنا، زدت له حق يعني العطفه تاعنا وكلش، وطويت القماش على الجهه اللي راهي تتكسل. يا اخي البنات هكذا باه يعني قد ما تكون ضيقه راح تتكسل. نجيو هنا البنات الوسط المغلق تاع القماش، هذا وسط مفتوح وهذا وسط مغلق. واش راح نديرو؟ راح نديرو عرض الرقبه تاعنا. الرقبه تاعنا كما راكم شفتوها في الموديل راهي كبيره يعني شوي. هنا البنات جبت الوسط المغلق تاع القماش تاعنا كما راكم تشوفوا، هذا وسط مغلق وهذا وسط مفتوح هكذا. نجيو للوسط المغلق تاعنا راح نخدموا عليه تاعنا الباترون. بسم الله هكذا فقط باش تجيني قريبه. عندي هنا فتحه الرقبه، هنا الموديل الرقبه تاعو راهي كبير، عندي فتحه الرقبه 12 سنتي، وعرض الكتف عندي هنا 10 سنتي. دوك نفهمكم البنات هذو كيفاش درتهم. شوفوا البنات، بما انه الرقبه كبيره تقدروا تقولوا موديل الرقبه تاعو قريب. درت هنايا البنات عرض الكتفين مع بعضهم، يعني الرقبه راهي محسوبه معاهم، تحسب بعرض الكتف من العظمه للعظمه. هذاك عرض الكتف تنقصي له فتحه الرقبه. فتحه الرقبه راهي 12، كما تقدر وحده تكون بدينه توصلها حتى ل 14 عفوا. هذه هنا البنات 14 مثلا عندك عرض الكتفين تاعك كيما انا هنا في الموديل عندي 22 سنتيم. 22 سنتيم نقصت منها 12 سنتيم، تحصلت على 10 سنتيم هي عرض الكتف. فهمتوا البنات؟ يعني باش تجيكم هكذا مضبوطه. نحطو هنا ب 2 سنتيم ميلان الكتف، نرسم ميلان الكتف تاعنا بالطريقه هذه. حبيت انكم تستعملوا مسطره هكذا البنات. عندكم هنا عمق الرقبه الاماميه، انا هنا عندي راح ندير 8 سنتيم وقادره نقلبها 10 سنتيم، يعني دوك نشوفوا 8 سنتيم كيفاه تجيني. راهي الرقبه الاماميه والخلفيه كيف كيف هكذا البنات. هبطت ب8 ورسمت الشكل الدائري كي الخلف كي الامام، يعني راهم في زوج بهذا الشكل. واش راح نديروا البنات؟ راح نهبطوا بحردة الابر من نقطه الالتقاء، نهبطوا تاعنا حردة الابر. كانت عندي هنايا 24 سنتيم، جاتني هنا البنات 24 سنتيم عفوا. نرسم الخط، وهذا الخط يسمى بخط السطر. بالطريقة هذه راح نحدد عليه دوران الصدر تاعنا قسمة 4 نزيدو له 1. كان عندي هنا 26 سنتيم بالطريقة هذه.
دركا البنات نرسمو حدة الإبر. هنا البنات نجيب نرسمو خط مستقيم من الخط هذا هنايا تاع الكتف الى غاية الصدر بالطريقة هذه. نعينو المنتصف تاعو هكذا. كانت عندي 22 سنتيم، جاني المنتصف هنا، رايحين ندخلو بحوالي 2 سنتيم هكذا البنات، ونرسم الى غاية الخط تاع الكتف تاعنا. هنا اللي تحب تخرج في هذه هنايا 3 سنتيم، اللي تحب تمشي ابيبري فقط حتى توصل للنقطة هذه. من الأحسن تستعينوا ب3 سنتيم باش تخرج لكم الحردة مضبوطة. بالنسبة للخلف راح ندخل ب1 سنتيم البنات، ونربطها بالنقطة هذه. هذا هو الاختلاف بين الخلف والأمام. هكذا البنات واش راح نديرو؟ راح نديرو ارتفاع الخصر تاعنا. ارتفاع الخصر تاعي هنا كان عندي 42، تهزوه من النقطة تاع الالتقاء هكذا البنات، هنا نديرو 42 سنتيم. هكذا نرسم خط اللي هو خط الخصر هكذا البنات. نعين على الخط هذا دوران الخصر تاعنا قسمة 4+1. كان عندي هنا أنا 22 سنتيم، جاتني النقطة هذه هنا. فهمتوا البنات؟ دوران الخصر قسمته على 4 زدت له 1، ونربط النقطة هذه مع النقطة هذه هكذا بالطريقة هذه. دوك واش تعينوا البنات؟ راح نعينوا ارتفاع الحوض ولا ارتفاع الأرداف تاعكم، راح نديروه من الخصر الى غاية مكان البروز تاع الحوض تاعكم. كان عندي هنايا 20 سنتيم، ونرسم خط. هذا الخط اللي تحصلت عليه البنات هو خط الحوض هذا، راح نديرو عليه دوران الحوض قسمة 4+1. كان عندي دوران الحوض تاعي هنا 27 سنتيم بالطريقة هذه، 27 سنتيم. رايحة نربط بين النقطة تاع الخصر هكذا البنات إلى غاية الحوض بالطريقة هذه. وبما أنه الروبة تاعنا راهي دروات ولا راهي مستقيمة، راح نتهبطوا بهذا النزول. اللي تحبها ضيقة أكثر راح تزيد تدخل ب4 سنتيم. دوك نوضح أكثر. بهذه الطريقة البنات هبطت مباشرة إلى الأسفل. قلت لكم اللي تحب الروبة تاعها ضيقة أكثر تجي لهذه النقطة هنا، تدخل بحوالي 4 أو 5 سنتيم، وتربط هذه النقطة إلى غاية هذا الخط تاع الحوض. راح تزيد تجيها دروات بزاف. فهمتوا البنات؟ هذه في حال تحبيتوها ضيقة أكثر من هذه، يعني هي هكذا تجيك ضيقة يعني. وبصح البنات من بعد قد ما ديروها ضيقة بزاف لازم لكم شقة. فهمتوا؟ لازم تخليو حق الشقة تاعكم بس باهي تقدري تمدي رجلك. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا هو الباترو تاعنا. بالنسبه للامام والخلف الرقبه راهم كيف كيف، عندنا الاختلاف الا في حردة الابط هذه وخلاص. فهمتوا البنات؟ اما الباقي يعني كلش كيف كيف. بسم الله نبداو نقطعنا. بسم الله. الحردة تاع الخلف قبل تاع الامام، لانه تاع الخلف راهي جاي كبيره. فهمتوا؟ كنت قطعوا تاع الامام ثم الخلف راح يجيكم كيما الامام. فهمتوا؟ هنا البنات بالنسبه للزيادات اللي تحب يعني جهه شويه عريضه راح تزيد حتى 4 5 عادي حق الخياطه تاعك، واللي تحب يعني جهه شويه ضيقه راح تزيد 2 سم. انا هنا زدت فقط 2 سم
للأسفل بهذه 2 سنتيم. هنا تنحيو الخلف تاعكم على جنب بالطريقة هذه، وتعاودوا تعدلوا في الأمام إن شاء الله يعني تكون واضحة للمبتدئين. هكذا نعاود نقص الأمام تاعي بالطريقة هذه البنات. هذا هو التعديل فقط اللي راح نديرو هنا وخلاص. شوفوا الموديل كيفاه تحصلوا عليه في الرقبة. قلت لكم الرقبة كيما تعود وحده سمينه تقدر يعني بسم الله ما شاء الله عليها تقدر تزيد تهبط اكثر من 8 و10 توصلها حتى ل 12 لانها يعني راح تهبط الربا وتهزها وتجيها هنا مخنوقه في الرقبه. يعني عمق الرقبه هذا راهو يختلف حسب الرغبه تاعك ولا تاع الزبونه تاعك. المهم البنات درك نروحو نزيدو نفصلو لي مونش تاعنا. هنا البنات بالنسبه للطول تاع لي مونش تاعكم، الطول تاعي هنايا 60. تجيبي تاعك هذيك الدونتيل اللي راح تركبيه يعني في تاعك الدرعين تحسبيه نقصي مثلا 60 ناقص 10 ولا 60 انتي وشحال العرضه تاعها بالك العرض تاعها 15 60 ناقص 15 تخلي هنايا تزيدي مثلا 1 سنتيم ولا 2 سنتيم حق الخياطه وخلاص. كيما درك انا هنايا عندي 48 سنتيم راح نخليها 50 سنتيم باه نخيط يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوني. طول لي مونش تاعي 50 سنتيم وراح نزيد له هذه هنايا دونتيل تولي لي يعني هذيك هي. شوفوا هنا البنات هذا هو القماش تاعي كي نحيتو بالعرض ملي يتكسل. هنا كون ديروه كامل راح يتفسدوه فهمتوا البنات. وحنا راح يعني نحتاجوه. انتظروني ان شاء الله راح نحط لكم فيديوهات تاع اكسسوارات الشعر ان شاء الله اللي تقدر يعني اي طفله ديرهم في العيد من البنوتات الصغار. لذلك راح نطوي القماش يعني قيس واش حنحتاج ونخلي يعني الطرف الاخر فهمتوا ان شاء الله يعني تكونوا فهمتوني. نخلي يعني الطرف الاخر مليح مفسدش الطرف كامل. هاك هاني فتحت قدامكم البنات العرض تاع القماش راه 1.5 متر. كي تخدمي به انتي مطبقه على 4 راح تفسدي جزء من الجنب. على بها حبيت اني نعاود نفتحو هكذا كيما راكم تشوفون. نخلي غير الحق واش راح نخدم بهم ليمونش وخلاص. وبما انه ليمونش تاعي راهم جايين يعني سليم بزاف لذلك درت هذه العمليه ان شاء الله تكونوا فهمتوني. شوفوا الطرف هذا كي تدي الطرف تاعك هذا هكذا قادره تخدمي بحاجه اصلا لبنتك ولا لاي وحده يعني احسن من انك تفسديه يجيك لي شوت هكذا كيما في الجناب تاع الروب. ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتفهموا يعني لا درت العمليه هذه فقط درت فيها هذه القطعه 24. شوفوا القطعه اللي نحيتها يعني وحده يعني مبتدئه برك ما تعرفش وحده مولفه في الصر راهي تعرف. المهم هذه هنايا القطعه راهي مطويه على 4 فيها 24 منين جبتها راهي حردة الابط قست يعني حردة الابط لقيتها 24. نجيو هنا للوسط مغلق ها مغلق وسط مفتوح. نجيو للوسط هذا هنايا المفتوح بالطريقه هذه البنات نهبط ب 12 سنتيم 12 ونعمل خط هاني هنايا من الوسط مغلق. نعمل هذا الخط. هذا الخط نحدد المنتصف تاعه. بنات ممكن يعني نولي ما نديرلكمش هكذا طريقه التفصيل ديروها مباشره لان راني حاطه فيديوهات بزاف ونخاف يعني من المبتدئات ما يفهموش ولا هكذا يجيكم فيديوهات طوال. وانا ديما نعاود في نفس الخدمه البنات يجيكم فيديوهات طوال. كاينين اللي ما يحبوش هذه الاعاده. المهم البنات كمل لي مونش ونرجع. هنا البنات طلعت ب2 سنتيم بالنسبه للكم تاع الامام طلعت ب2 سنتيم وهنا في المنتصف هذا هبط هنا ب1.5. بالنسبه للخلف تجيو هنايا ب2 سنتيم هنا من المنتصف تدخلوا ب1 سنتيم هنا وتروحوا جايين هكذا بالطريقه هذه. بالنسبه للمونش هنا تاعنا راهو مزير بزاف. من الاحسن انها تكون عندك يعني دوران الزنده تاع الزبونه تاعك مع دوران المرفق كلش يعني باه ديريها يعني سير ميزور هكذا البنات.
بهذه الطريقة تجيكم على لاطاي قد واللي تحب ترسم مباشرة يعني عادي. انا هنا البنات ما كانوش متوفرين عندي، رسمت مباشرة. المهم القماش راهو يتكسل يعني بطريقة كبيرة، ما تخافوش منه اطلاقا. نروح نقطع البنات ونرجع. هنا البنات حبيت نقول لكم برك على هذه هنايا تاعي، هذه دونتيل حبيت يجي يعني فيه كشكشه كبيره. واش ديروا؟ تجيو تهزوا هذا الكم تاعكم، تهزوا هذه هنايا الدوران المعسل تاعكم شحال درتو فيه هنايا، فهمتوا البنات؟ تهزوا هذه المسافه وشحال. انا كانت عندي هنايا 27 سنتيم، 27 سنتيم ضربتها في 3، يعني الكشكشه راح تجيني بثلاث مرات. هذيك النتيجه اللي راح نتلقاوها هي الطول تاع هذا الدونتيل. انا لقيتها هنا 81 سنتيم، بالتالي كي نديروا فيها الكشكشه راح تجيكم هكذا بالنسبه للموش تاعكم. حبيت نفهمكم برك كيفاش جبت هذيك 81 سنتيم وباش تخرج لكم يعني الكشكشه بنسبه كبيره هكذا. هنا البنات يعني كحل في كحل ماهوش يبان خلاص. شوف جيت هنا خيطت، عملت سرجي هنايا في الكتفين، حطيت الوجه مع الوجه وخيطت عادي كيما هما فين نخيطوا. من بعد جبت للامام تاعنا هكذا، عينت له المنتصف تاعه هكذا. الرقبات راهم قد بعضهم يعني كي الامام كي الخلف. جيت للامام عينت المنتصف ورايحه نجيب هذا الدونتيل تاعنا ونبدا نخدم فيه. اختياري البنات، هنا اول حاجه راح نعملوا عطفه هكذا. تحبوا ديروا كشكشه، تحبوا تخليوها هكذا كيما راهي انتي وش كي حابه. تحبي ديري كسرات هكذا تمشي وديري هكذا في الكسرات هذا. انا راني حابه نديرها هكذا ان شاء الله. هكذا البنات تمشي وتخدمي في هذا من الكسرات ساير داير حتى من الخلف حتى تزيدي توصلي للمنتصف هذا. نمشيو معاها هكذا البنات هكذا. من الماشينه هذه تاعي والله راهي فاسده البنات، ما كون راني نخدم ونصور يعني وتشوفوا. اكيد من الخلف راح تعملوا كذلك كسرات. ما قدرش نصور لكم في الصغيره يعني لانها اصلا هي غبنتني هكذاك. هكذا البنات سمحوا لي وخلاص امشيو هكذا معاها وتخدموا هكذا. مام في الخلف ديروا الكسرات هذا من البنات هكذا. هي من احسن يعني تلقاو النوعيه تاع الدونتيل هذا كيما في الموديل يعني اللي حبيت نطبقه انا بالطريقه هذه البنات. قلت لكم كيما قادر ما ديروش كسرات، خليوها مباشره هكذا عادي تجيكم ما شاء الله. انا هنا يعني عندي كميه من هذا الدونتيل بزاف، حبيت نستهلكها هكذا في هذا الموديل بالطريقه هذه. نروح نعملهم البنات ونجي نعتلكم كيفاه نديروا التبطيل ان شاء الله. هنا جبت قطعه من لي شوت وجبت الرقبات تاع الامام والخلف هكذا. خدمت التبطين، خدمت اثنين هنايا ثم تاع الامام وتاع الخلف. الخلف هنا كنت جمعته هكذا لانه كان ما عنديش، ما حبيتش نفسد يعني القماش الكبير. المهم نروحوا نلصقوا دركا هذيك دونتيل. كنت درت فيه كشكشه فينالمون يعني عجبني بالكشكشه احسن هكذا البنات. كنا هنا حددنا المنتصف تاع الامام كيما شفتونا يعني كيما بديت من قبيل درت معكم هكذا. وراح نحط هذا هكذا البنات بالطريقه هذه. نوزع الكشكشه بشوي فقط البنات. دوك نعيد نكمل لكم يعني كيفاه هكذا حتى من الخلف نوزع الكشكشه ونمشي غير بشويه هكذا البنات. سمحوا لي الكلمات راهم يروحوا هكذا. ما تنسوش هنا تحدوا المنتصف تاعكم. هنا اكيد راح تعملوا عطفه هكذا البنات. الكشكشه لازم توزعوها على حساب دوران الرقبه الاماميه والخلفيه. كما انا هنايا راهي ماهيش قد ما كفتنيش، اذا كنت نوزعها يعني بالتساوي باه تكفيني من الامام ومن الخلف.
جبت الدبلور تاعنا، عملت له خياطة هنا وهنا. رايحين نحطو هكذا البنات الوجه مع الوجه، وراح نعمل خياطة ونقلبها البنات للداخل. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نثبت هذه هنايا، نثبت الخلف تاعنا هنايا، وراح نخيط يعني ساير داير. هنا البنات دخلت ب10 يعني باش تتحلي شويه، وراح ندير هنايا عطفه حتى نركب الخيط الابيض يعني، وندير عطفه هنايا كيما راكم تشوفوا. دركا نروح نخيط هذا لا دوبلور تاعنا ولا التبطين تاعنا بالطريقه هذه. تحكموا على بعد 1 سنتيم ولا حسب شحال تحكمي انتي في تاعك التبطين، وتخيطوا. اكيد تحطوا الكتفين مع بعضاهم. هذا هو الكتف تاعي، نثبت الكتف مع الكتف ونروح نعمل خياطة. نشوف الكتف فقط هكذا باش يجوني متساويين. وتنساوش الوجه مع الوجه. نخيطها البنات ونرجع. بعد ما تخيطوا التبطين تاعكم البنات بالطريقة هذه، رايحين تعاودوا تدخلوه هكذا للداخل هكذا البنات. يعني انا الدونتيل تاعي بلا غبنتني، لانها ما جاتش يعني واقفه، ما جاتش غبنتني بزاف في الموديل. المهم البنات اللي تحب دير خيط هنا في الرقبه باه تزيرها وتفتحها، تخيط على بعد 1 سنتيم هكذا، والخيط تاعها دير فيه حوالي نص سنتيم، وتدخلوا اكيد من هذه الفتحه هكذا. شوفوا تدخلوا من الفتحه هذه البنات، ويجي ساير داير هكذا باه تسير به الرقبه تاعها. فهمتوا البنات؟ هذه سيرتو في حاله الرقبه تاعك تكون كبيره بزاف في الموديل. هكذا البنات. صبروا برك نسقمها لكم باه تفهموني واش راني نهضر لكم. هنا البنات دركا كي نرقدوا الخياطه مولفين نرقدوه هكذا هنا على 0.5 ولا 1 سنتيم. انتي هنا حبيتي ديري الخيط الداخل هنا راح ديري حوالي 2 ولا 1.5 وتخدمي عليها. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. نروحوا نرقدوها ونروحوا لحاجه بخلاف هما ليموج كيما راكم تشوفوا. جبت الموج تاعي هنايا، وهنايا هذوك دونتيل هذاك اللي قلت لكم درت هذا القياس ضربته في 3. رحت عملت فيه كشكشه البنات هكذا. نوزعها قيس هذا لكم، ورايحه نحط الوجه مع الوجه ونخيط بالطريقه هذه البنات. وجدتهم هنا في زر، نروح نلصقهم نفتحهم مع الدرعين ونرجع. هنا ليموش بعد ما البنات ركبت لهم هذا الدونتيل درت لهم سرجي من الداخل هكذا كما تشوفوا. راح نجيب نركبهم في الروبه تاعنا هكذا البنات. اكيد تحطوا الامام مع الامام والخلف مع الخلف. منتصف تاع هذه الذراع مع الخياطه تاع الكتف هكذا البنات، ونخيطوا اكيد الوجه مع الوجه. هنا البنات انا القماش تاعي خشين عذبني باه ندير له هكذا. جبت بيي سكرته هكذا كما راكم تشوفوا البنات، ورايحه ندخلو هنايا. ندير مساك هكذا وندخلو في هذه هنايا ساير داير بعد ما كنت خيطتها كما راكم تشوفوا هكذا. ما هيش تبان منا ابيض ومن في الاسود ما هيش تبان لكم. المهم خيطت حوالي 1 سنتيم، وهذا راهو حوالي 0.5. نروح ندخلو البنات ونرجع هكذا البنات. دخلت الخيط هذا كما راكم تشوفوا. اللي تحب الرقبه يعني تجي شويه مستوره راح يزيد تسير فيها عادي كما راكم تشوفوا. هنا تزيروا تفتحوا كما تحبوا. هنا عملت عطفه هكذا كما راكم تشوفوا بالطريقه هذه. دوك نحيو الساق هذا خلاص استخدمته. كما تقدروا انكم ما ديروش الخيط هذا عادي جدا يعني.
درت بابيو عادي بعد باه ما يخرج ليش فقط. بعد نسقمها راح هذا كان نسكروا تاعنا الروبه هذه من الليمونج. اكيد هذا من الليمونج تاعنا نحطوا هذه مع هذه الخياطه مع الخياطه ونخيطوا حتى الاسفل تاع الروبه تاعكم وتكونوا كملتوها. اكيد مع عطفه من الاسفل. في الاسفل درت عطفه اللي تحب يعني الجهه تخاف تكمش الحاله ولا تكسل لها دير هذه لا بوند فيزلين هذه تاع لا طوال كولونت تحطها هكذا وتدير العطفه تاعها عليها باه يعني ما تجيهاش مكمشه. هي القماش راهو تاع لاكوت شويه خشين. انا الجوانب مازال ما درت لهمش السورجي. البنات هنا انا خليت لها قيمه الخياطه كي خيطت بزاف. سما هي حبت الموديل يجيها كيما نقولوا حنايا شويه ماهوش مزير بزاف. نتوما الا حبيتوه مزير البنات ما تزيدوش هذيك 2 سنتيم تاع الخياطه باش نكونوا متفاهمين. بالنسبه لهذاك التبطين شوفوا كيفاش ترقدوه لانه ما تقدروش ديروا خياطه. شوفوا راني ندير له فيه هذه قلت لكم ما يتتباع 15000 هكذا والحديد يكون سخون ديروها عليه هكذا بالبخر هكذا. البنات رقدتهم بهذيك اللي قلت لكم لا بوند فيزلي. ها كاين اللي يقولها لا بوند كولونت هنا مازالت نزيد نرقدها. اكيد كنت درت لها السورجي قبل هذه هنايا هكذا البنات باش تتحصلوا على فينيسيو مليحه. نحيها لكم من الاضاءه فقط. ها واللي تحب يعني هذه راهي ماهيش كيما نقولوا حنا تاع طول راهي تتحل دير هنا هكذا نفذه زوج باه تحكم هذا ما يخرج لهاش. هذه هي الفينيسيو تاعها من الداخل. دوك نزيد نروح ندير لها السورجي من الجوانب نكونوا كملناها. نبقاو لنا المقافل. هنا بنات هبطت هنا من الخط هذا هنايا ب7 سنتيم هكذا كيما راكم تشوفوا. المقفله الاولى تجي تما وزيد نهبط 7 نعين نقطه ونزيد نعين نقطه اكيد في الخط تاع المنتصف هذا هكذا. البنات نحطهم المقافل هنايا. هنا البنات من الاحسن انكم تستعملوا الحاشيه خير. الحاشيه هذيك تاع نص سنتيم كيما هذه هي كحله فهمتوا البنات. من الاحسن يعني تستعملوها هي هنايا خير من هذا هنا البي جاني شويه بعيد على القماش. اللي ما عندهاش تتني القماش. انا القماش يعني استصعبت خدمته لهذا درت بي مباشره. المهم البنات هكذا وتحطوا المقافل تاعكم هنايا عادي جدا. انا كنت قبيل صورتها يعني مجرد حكمتهم بايبانجل فقط هكذا ونزيدوا هذه هنا وهذه هنا. ان شاء الله يعني تكون وصلت الفكره. بين كل مقفله ومقفله درنا 7 سنتيم كما تقدري ديري 8 او 5 سنتيم الى حبيتيهم اقرب. هكذا البنات نكون كملت معكم الموديل هذا. ان شاء الله نلتقي في موديل اخر باذن الله. هذا هو البنات الشكل النهائي تاع الروبه تاعنا كيما راكم تشوفوا بالطريقه هذه خرجت. قلت لكم يعني مولاتها ماهيش حبتها سير لاطاي يعني بزاف حبتها شويه فقط لهذا انا ما مضيقتش فيها بزاف يعني. وتاني من الاحسن البنات تستعملوا هذه هنايا اللي تكون شويه واقفه لانه هذه شويه غبنتها ما جاتش يعني كيما كنت حابتها. النوعيه تاع لاكوت تستعملوا نوعيه تكون جيده. هنايا كيما راكم تشوفوا ها هي من الخلف تاعي يعني هنايا بكيتها هنا نفتحها لكم. هذا هو البنات الخلف تاعنا بهذه الطريقه يعني تحصلنا على الروبه هذه بالشكل هذا. ان شاء الله يعني تكون عجبتكم. شوفوا لي مونش تاعها اللي جاو يعني ما شاء الله